أو غرس نخلا والنخل هو سيد النباتات ونفعه عظيم، سواء بثمره الذي يخرج منه أو بليفه الذي يكسوه أو بجذوعه أو بسعفه. النخلة كل شيء فيها نافع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لما قال: أخبروني عن شجرة من الشجر مثلها كمثل المؤمن، يعني كل شيء فيها نافع، كما أن المؤمن كل شيء فيه نافع، كلامه نافع ونصحه نافع ويده نافعة ورجله نافعة وماله نافع وعقله نافع. فيقول عليه الصلاة والسلام: نبئوني عن شجرة هي كلها نافعة كما أن المؤمن نافع. ثم أخبرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن المقصود بها النخلة، والنخلة ربما تغرسها اليوم ولا يظهر ثمرها إلا بعد 4 سنين أو 5 أو تزيد على ذلك، ومع ذلك أنت تؤجر. كل من أكل منها من طير أو من بشر أو من حيوان أو من غني أو فقير، كل من أكل من ذلك فلك مثل أجره بإذن الله. قال: من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا